يقول ابو عملاقها تولي بياضها والمداد، اكتب قصيده من حزان قلبي ومن ما يوجعه، وكم يا مصايب ذات جينا شلت الناس جياد، وما شهر يمضي دون ما تبدي علينا فاجعه، غاب السنة عنا وزاد الحزن وعلنا الحداد، ضربه ورا ضربه وكهان جهد العيون الدمع. وإليكم هذه القصيدة من كلمات الشاعر أبو عملاق ضيف الله الجابري من قبائل حضر خولان الطيال، لثاء في صديقها الشهيد الشيخ أحمد بن أحمد البجلي رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته، الذي قتل غدرا في محافظة إب. أداء الشاعر أبو تركي التنمي. ويقول أبو عملاقها تولي بياضها والمداد، أكتب قصيده من حزان قلبي ومن ما يوجعه، وكم يا مصايب ذات جينا شلت الناس جياد، ما شهر يمضي دون ما تبدي علينا فاجعه، وغاب السنة عنا وزاد الحزن وعلنا الحداد، ضربه ورا ضربه وكام جهد العيون الدمعه، العيد لقد جا علينا زاد فينا الحزن زاد، احاول اسلب السقول بمرضي كيف اقنعه، يا عيد يكفي بعد ابو عبده جعلته ما تعاد، والعيد من بعده علينا حزن حتى نتبعه، الهيم ابو عبده وربي كان معكاد البلاد، محبوب بين الناس ما زعل البشر ولا وجعه، وغبني عليه غبن المصاب واصبعه فوق الزناد، وحصروها عده من كل الجهات الأربعة، وغبني عليه غبن المصاب واصبعه فوق الزناد، وحصروها عده من كل الجهات الأربعة، وغبنته في وسط صحراء خليه بالعباد، والموت تعطل وخازن الوقود خلص معاه، ونطالب الدولة تسارع في قضاء حل الفساد، واحنا طلبنا راس شامخ هو ذي كانوا معاه، نطالب الدولة تسارع في قضاء حل الفساد، واحنا طلبنا راس شامخ هو ذي كانوا معاه، وكم ننادي يا قياده لحياه لمن تناد، 5 شهور وكثر ولا قد بقضية بادعه، ويا دولة الانصاف له هذا التعجرف والعناد، الشطلة توسع فيما والله عد حد يقعه، الجده يغلب ولكن عاد من بعده جياد، وحضرته يما تقرع الغاوي وهذا تردعه، ونوب لك يا حمد قرير العين واحنا لك سند، والمعتدي لو قد شرد خلف السماء سبعه، لابد منه لو وقعنا كلنا مثل الرماد، لا تحاولوا في المحكمة بحكم على البيت 4، نزحف وبان ضوي ولادنا والقضية جهاد، والسبع خولان ذي تنازل شخص ولا تربعه، هذه رسالة واضحة والقصد واضح والمراد، ومن رفع راسه على خولان يلقى مصرعه، اقسم بربي لو هوات فينا السماوات الشديد
لابد من شامخ ولا أحد منهم باين فعال.